السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة وغرقانة بصوص شوكولاتة من جوه ومن بره. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. تابعوا معايا الفيديو والمقادير. مقاديرنا سهلة جدا ولازم تكون مقاديرنا بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تكونش لسه طالعينها من التلاجة وبتستخدموها على طول، لازم تكون طالعة على الأقل بنص ساعة أو ساعة بنستخدمها. يعني لو البيض مثلا ما توفرش ان انتوا طلعتوه من قبلها مثلا بالفترة ديت، ممكن تاخدوه وتحطوه في مية دافية، مية فترة أو دافية، حاجة بسيطة علشان ياخد درجة حرارة الغرفة. هنا معايا المقادير: كوباية دقيق، ولازم تكون كوباية ما تيجي تحطي فيها الدقيق تخبطيها كده على الرخامة علشان تاخد كمية الدقيق المتاحة. بس ما تتكبست دي ما يتكبست فيها، بس ان هو ياخد الدقيق بتاعنا، كوبايه ممسوحه دقيق ويكون منخول. ومعايا نص كوبايه لبن، ومعايا تلت كوبايه سكر وبيضتين، ومعلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، ومعايا معلقتين كبار كاكاو خام، ومعايا معلقه صغيره فانيليا، معلقه صغيره ممسوحه فانيليا، ومعايا نص كوبايه زائد معلقه زيت. هنا بقى هندخل المكونات الجافه بتاعتنا عشان نكون مجهزين المكونات الجافه بتاعتنا. هندخل كوبايه الدقيق اللي احنا قلنا عليها، كوبايه الدقيق دي حوالي 180 جرام. هندخلها مره كمان، احنا كنا نخلناها مره قبل كده، هندخلها مره كمان، وده بيخلي الكيك هش وطري معانا. هو البتاع كان بيعلق شويه، فهو ده اللي كان خلاه يغيب شويه في النخل. وهندخل برضو الكاكاو الخام بتاعنا عشان ما يكونش فيه اي تكتلات برضو، وده في حدود 20 جرام. وهنحط عليهم ذرة ملح، وهنحط البيكنج باودر برضو بس قبل الاستخدام. هنحط المعلقة الصغيرة المليانة بتاعتنا بيكنج باودر بس قبل ما نيجي نستخدم الخليط الجاف. هنا بقى هنقلب الخليط ده كله بتاعنا، هنقلبه كله مع بعضه كده، وهنركنه على جنب لغاية ما نحضر الخليط السائل بتاعنا. الخليط السائل هنحط بقى، ممكن نستخدم مضرب كهربائي زي ما انا هستخدم، وممكن نستخدم خلاط، وممكن نستخدم مضرب يدوي، مفيش اي مشاكل خالص. هنحط البيض بتاعنا، حطينا البيضتين وحطينا عليهم المعلقه الصغيره الفانيليا، وهنخفقهم الاول من غير سكر. هنخفقهم الاول بالمضرب شويه كده، وبعدين نضيف السكر بالتدريج. السكر بتاعنا نضيفه بالتدريج. وطبعا احنا اول ما اشتغلنا في الخليط السائل، هنشغل الفرن بتاعنا لانه لازم يكون سخن قبل ما نحط الكيكه فيه. هنشغله على درجه حراره 180 عبال ما نخلص الخليط السائل بتاعنا ونخلص الكيك بتاعنا، وبعدين ندخله الفرن. هنا خلطنا البيض والسكر زي ما انتم شايفين، القوام تقل ولونه بقى فاتح وعلي شويه زي ما انتم شايفين كده. هنا حطيت اللبن بس اللقطه دي ما اتصورتش، حطيت النص كوبايه لبن بس اللقطه دي انا اسفه ان هي ما اتصورتش يعني. وهنحط بقى الزيت بتاعنا، هنحطه بالتدريج برضو واحنا شغالين بالمضرب. هنخفض برضو دقيقه، يعني نحط اللبن بعد البيض، وهنخفق دقيقة، وبرضو نحط الزيت ونخفق دقيقة. وطبعا اول ما بتخفقي البيض بيكون على اعلى سرعة للمضرب بتاعك، اعلى سرعة. هنا بقى هنحط الدقيق بتاعنا برضو بالتدريج، بس هنقلل السرعة علشان طبعا الدقيق ما يطرطش في وشنا او يطرطش في كل حتة. وهنحط كده وهنضرب على اقل سرعة، مش محتاجين سرعة عالية بقى. هنحطه بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. بس انا نسيت احط على الخليط الجاف، نسيت احط البيكنج باودر، فهضطر احطه على اخر حبة واقلبه زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم وهقلبهم بقى، وبعدين اضيفهم على الخليط السائل واضربهم بالمضرب شوية زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى هنزل الاطراف بتاعتنا علشان كله يختلط ويتجانس مع بعض، وما يكونش فيه حتت فيها دقيق طبعا تبوظ لنا الوصفة بتاعتنا.
هنا بقى حطينا بقيه الكميه زي ما احنا شفنا، حطينا بقيه الكميه وضربنا الخليط بتاعنا كويس. هنا بقى كنا محضرين القالب بتاعنا، القالب المفرغ، دهناه برضو دهنة زيت كده، وبعدين حطيناه عفرناه بالدقيق وشلنا الدقيق الزيادة منه، وهنحط فيه الخليط زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلنا احنا كنا مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. هنخبطه خبطتين كده على الرخامة، او نجيب خلة او عصا شيش طاووق ونقلب في الخليط كده علشان نطلع اي كمية هواء زيادة فيه. طبعا احنا الكيك دخل الفرن وخد في حدود من ربع ساعة لتلت ساعة على حسب الفرن بتاعك. وهنختبرها بخلة اسنان او بعصاية شيش طاووق او بسكينة تطلع نظيفة. خلاص يبقى كده استوت. هنا بقى هنضر الصوص بتاعنا معايا 150 ملي من اللبن، حوالي كوبايه الا ربع لبن، وهنحط عليهم 30 جرام كاكاو، يعني حوالي معلقتين او معلقه ونص كاكاو خام هرميين يعني. وهنحط 90 جرام سكر، يعني حوالي تلت كوبايه سكر. وهنحط 50 ملي زيت، يعني حوالي ربع كوبايه زيت او اكتر من ربع كوبايه بشويه. هنقلب ده كله بقى على البارد من قبل ما نشغل النار خالص. هنقلب ده كله بقى على البارد. وطبعا لازم يكون نوعية الكاكاو بتاعتك نوعية كويسة، يعني كاكاو بيكون لونه اسباني، لونه فاتح. الكاكاو احلى انواع الكاكاو اللي هو الكاكاو الاسباني دوت، بيكون بيدي طعم جميل جدا للصوص. اهم حاجه يعني ان اللي بيعتمد عليها الصوص الكاكاو، يكون طعم الكاكاو كويس. وكذلك بنحط 100 جرام شوكولاته، وطبعا شوكولاته برضو يكون نوعها كويس عشان يديني طعم كويس للوصفه بتاعتنا. هنقلبهم بقى لدرجة الغليان لغاية اما يغلوا والشوكولاتة تسيح والخليط يغلي، وبعدين هطفي النار عليه. هنقلب بقى كويس عبال ما الشوكولاتة تسيح معانا. وده طبعا انا فتحت النار من بعد ما الخليط اللي انا قلبته، من بعد ما انا قلبت الخليط فتحت النار، لان لازم الكاكاو يدوب في اللبن. اللبن يكونش دافي، يعني يكون ساقع لسه، فالكاكاو يدوب فيه. هنا الصوص بتاعنا خلاص، وقلبنا الكيك بتاعنا على صينيه بقى، وهنبدا ان احنا نفتح فيه فتحات كده علشان الصوص يخش جوه الكيك. وطبعا الكيك كان برد، بس الصوص كان دافي وسخن شويه. هنا عملنا الفتحات بقى بتاعتنا، وهنزق الكيك بتاعنا بالصوص عشان الصوص يدخل جوه الكيك زي ما انتم شايفين كده. والتزيين بقى براحتك، يعني ممكن تزينيه بشوكولاته فرماسيل زي ما انا برضو هزين كده، وممكن تزينيه بمكسرات، يعني اللي يعجبك. هنا هو انا هزينه بشوكولاته فرماسيل ملونه شوكولاته المتوفر عندك، وممكن مكسرات عاديه برضو، وممكن بفاكهه، يعني المتوفر يكون موجود. ممكن تسيبيها كده عادي برضو. هنا بقى هنقطع الكيك، هنقطعه كده بقى، وبعدين هنشوفه من جوه هش وطري وشارب الصوص بتاعه كويس جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.